بيجي ياسمين اتقبض عليها، وانا مش عارف ليه في ناس بتتعاطف معاها. يعني دي واحده كل فيديوهاتها بترفع علامات استفهام في دماغي حرفيا. بيجي ياسمين بدأت تظهر في فيديوهات مع الست دي، تقريبا اسمها أم دونة حاجة زي كده، والناس بدأت تسأل عن علاقتهم ببعض في الكومنتات. هي تجرب لها ايه؟ مراتها؟ لا. صديقتها؟ لا. أختها؟ لا. جيران؟ لا. غير ان محدش يعرف العلاقة بينهم، بدأوا يعملوا فيديوهات غريبة زي الفيديو ده. الله. وانا رفيعه يا عجله، وانا بطنك مفتوحه تنفتح تموت، بطنك مفتوحه. ايوه انا نفسي اشتغل قوي، عمري ما حد شالني وكان ينفع مع عيب، بيقولوا عيب زي عصيت مقش. يعني تحسوا كده فيديو من الدارك ويب. يعني هي ليه بتشيلها؟ يعني ايه؟ هو انت ليه عايزة تتشالي؟ هو ايه الغرض من الفيديو؟ هو الغرض من الفيديو إثارة الجدل بس. أصلا تحس ياسمين دي عايشة في عالم موازي بتاعها كده، العالم بتاعها فيه رجالة بتسمع ليلة فضة حبيبتي خدي والبنات بتروح الجيم. تعرف إنها اتحجبت قبل كده؟ الفيديو ده هتسمعوا عني كل حاجة ما سمعتوهاش قبل كده كالعادة. وأنا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده قبل كده وهي متحجبة. يا رب تكون مستمتع بالفيديو. ممكن تدعمني بلايك واشتراك وتبحث على جوجل بلاي على لعبتي وتحملها. حرفيا هبوسك وهعمل معاك فيديوهات زي بيجي ياسمين كده والست دي. في فيديوهات والله لما تشوفها البيجي ياسمين هتطلع من دماغك أسئلة ولا عمرك كنت هتفكر فيها قبل كده. يعني بجد أول مرة تلخبط في الجندر بتاع حد في مصر. يعني اوكي. يعني مثلا في نوعية فيديوهات كده بتحب تعملها، بتقعد فيها على كنبة أو أيا كان وتبص للكاميرا بصات غريبة فشخ فشخ، يعني يقول لك مش عارف ايه بحبه فشخ. بحبه فشخ ازاي؟ تكون عاملة فويس اوفر، السؤال بتتكلم اللي في المايك الناس كده كلها، بصوت واطي إزاي جدا البيج ياسمين زي فيديوهات هتدلع الاس ام حجمها ار، كده؟ بس بتكون طبعا انا ما بصورش مخيفة أكتر. باحترافية تبين الحجم الحقيقي لدراعي، زائد ان انا في فيديو كانت بتقول فيه إن هي تحلق شعرها يعني وكده، بس أحرق لك الفيديو. يعني هي في الآخر قالت ده أنا بظبط السوالف ومش عارف. يا أخي دمها. ده في احلامك ان انا اعمل حاجه مش على هوايه، ده في احلامك. في فيديوهات مش عارف إذا كانت ينفع أعرضها ولا لأ. انا عايزه اقلعها اشوفها، قولي بقى قولي. انا عايزه اشوف الحاجات دي ازاي كده، يعني ما تفهمنيش غلط، عشان عمالين تسالوني هم فين راحوا، بحط ايدي ما لقيتش حاجه. بس أنا خايف لا يكون حد بيفتتن من الحاجة دي. يعني هو مش عارف مين التعبان نفسه. تعرفي ان انت دمرتي سمعتي؟ كان متقدم لي عريس شافك معايا فقرة جوزي. في تعليقات بتضحك زي هنا سلوى بتقول لك والله انا بحب اتابعك يا ام دونه، بس بدي اسالك هات شاب ولا بنت؟ سلوى سالت نفس السؤال اللي انا سالته لجوجل. ده كله ما اتكلمتش عن الموهبه العظيمه اللي عند بيجي ياسمين وهي الرقص. حرفيا في واحد هنا بيقول لها ده العريس اللي لابس احمر. انا اتضايقت لما اعمل فيديو. حتى في فيديوهات كتير لسه كنت هتكلم عنها، بس هاخد الفيديو ده حجه اني مش هتكلم عنها وهقفل الفيديو بعد شويه، مش هنا. زي الفيديو ده كده اللي بتمشي فيه جنب ايا كان دول ايه يعني. ولا ازاي هي فاهمه مثلا ان هي اللي بيتابعها عشان يتعلم حاجات عن الجيم وكده. حس بالعضلة بالمنظر ده وركز معاها قوي كده. ونتكلم جد شويه. بيج ياسمين هي مصريه عاديه، هي فيميل طبعا. وده مش عارف اثبته علميا صراحه يعني. بس هي فيميل بيقولوا على جوجل قال لي ان هي فيميل. فيميل تمام عادي، بس هي بتظهر بصفات رجولية أو متشبهة بالرجال وكده. ملناش دعوة طبعا، عادي. أنا ماليش دعوة بأي حاجة من الموضوع ده خالص. أنا جيت أتكلم عن الفيديو ده عشان مش لاقي حاجة أتكلم عنها. هي فيديوهاتها مستفزة، يعني فيديوهات الرقص بتاعتها، فيديوهات البنات بتاعتها بتقول كلام خارج. والكلام ده كله ده تقريبا خدش حياء عام أو حاجة زي كده. سألت ناس من أصحابي عن الموضوع والرد كان غريب الصراحة ومش عارف إيه علاقته بالموضوع يعني. عارف كيلو الطماطم بقى بكام دلوقتي؟ هي ممكن تكون طلعت من السجن، بس أنا مش عارف الصراحة إذا كان الفيديو ده قديم ولا لأ. عموما ربنا يهديها يا رب. أنا كنت بهزر في الفيديو والفيديو كله هزار وضحك وزي باقي فيديوهاتي، لكن إن شاء الله أنا ناوي أستمر وأعمل كونتنت إن شاء الله متطور ومحدش هيقدمه في الوطن العربي غير كل الوطن العربي. ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك وتحمل اللعبة من على متجر بلاي. اللينك بتاعها في الديسكريبشن، وممكن تبحث بنفسك هيكون أفضل. يعني اكتب كراون كانن في البحث وحملها واديني رأيك. أنا بحبك على فكرة. وأنا نسيت أقول لك أنا حمادة
ونسيت اقول السلام عليكم برضو عشان اعمل مقدمة حلوة، لكن السلام عليكم، انا حمادة، يلا باي باي. يا حمادة انت بتتكلم ليه وبتقول الوقت مش بتقول الوقت؟ يعني بص، اولا هي دي حرية شخصية، بس عادي هتقبل منك السؤال لانك انت اخويا. آه، انا اجنبي اصلا وجيت مصر هنا وبتعلم اللغة، فانا مش بعرف اتكلم عربي حلو.